يا صباح الفل عليكم. هعمل النهاردة صينية رز معمر بطريقة سهلة وبسيطة، ولو انتي مبتدئة الطريقة دي هتبقى حلوة معاكي قوي لانها سهلة جدا، وهتطلعي احلى صينية رز معمر. جبت كيلو لبن غليته في الصينية، وبعد ما غلي ضفت عليه نص كيلو رز بعد ما غسلته وصفيته، ونزلت عليه بمرقة دجاج، وقعدت اقلب وانا مشغله البوتاجاز، وبعدين نزلت بثلاث معالق كده زبده حلوين، وفضلت اقلب على النار. والمكون التاني معايا نزلت 7 كبشات شوربة لحمة او شوربة فراخ، مفيش اي مشكلة خالص. وفضلت اقلب كده على النار، وبعدين خدت الصينية وملحته طبعا، وخدت الصينية حطيتها في الفرن اللي تحت. وبعدين اول ما الجناب كده استوت معايا، بضيف بقى قشطة او بنضيف بيض زي ما انت عايزة، وبننقلها على الرف الوسطاني لحد ما تتحمر معايا وتبقى بالقمر ده، وبألف هنا وشفا.